s'il vous plaît. S'il vous plaît. السلام عليكم. شكرا جزيلا لكم. سهرة مغربية. أنا فرحان بزاف هذا اليوم في المغرب ديالنا. هذا نهار كبير. I'm very happy today in our Morocco. This is a great day. Let me thank God Almighty that brought us to this day, and I will say it in Hebrew with your permission. Baruch atah Adonai. اوكي. كما تشاهدون انه يقرا من الورقه، يعني هذا الشيء ماشي هذا الشيء متعمد دبلوماسيا متعمد. جا كيقول المغاربه ان المغرب اليهود كيقول لهم المغرب ديالنا. يعني حنا غير ضياف، ولينا مع هاد العلويين ولينا غير ضياف. غير ضياف. وبداو يجيبوا لنا كاع، المهم جابوا لنا كاع اللي فسدوا في بناتنا، كاع كلهم كيقول لك المغرب ديالنا. جابوا لنا الخليجيين، جابوا لنا الاوروبيين، جابوا لنا الامريكيين، وما كاينش شي قوانين اللي كتحمي الطفل المغربي والمراه المغربيه من التجاوزات والانتهاكات ديال هاد الدول هذه في حق الشعب المغربي. وقتاش غادي يفيق المغربي وغيعرف بان العدو الاول والاخير ديالو في الارض ديال المغرب هما العلويين. هادشي باش يعني تراكم عندي الكثير من الكره للشعب المغربي صراحه، الكثير من الكره من يعني الاشمئزاز من هذا الشعب المغربي اللي انت كتقول ليه ها الحقيقه. هو عارف انه كيخاف من هذا النظام هذا، ولكن كيرفض انه يعترف بالحقيقه ان اكبر عدو ماشي المغاربه، ماشي غير المغاربه، اكبر عدو في المنطقه للجزائريين اولا. علاش؟ لان الجزائر تمثل روح ديال الثوره، وروح ديال التحرر من الاستعمار، وروح ديال الاستقلاليه والسياده في المنطقه. ولان الجزائر ممنوع على شي خليجي ولا فرنسي ولا امريكي يجي يفسد في بناتهم وفي ولادهم. هذه حقيقه. هذا الشيء هذا كيرفضوه دوله بوسبير. النظام ديال بوسبير كترفض هاد يعني هذا النظام الجزائري كترفض الروح ديال الشعب الجزائري مرفوضه، لان الروح ديال الشعب الجزائري روح ثوريه. لان الروح ديال الشعب الجزائري هي واحد الروح ما كتحنيش الراس ديالها او النيف ديالها لشي مخلوق كاين في هذه الارض هذه. بالعكس، الشعب المغربي حانق النفط للعلويين، وحانق النفط الجميع الدول الاستعماريه اللي كتجي لعندو المغرب كلهم منبطحين امامه. وهذا كيخلي الشعب المغربي شعب خنوع بطبعه، شعب ما عندوش كرامه، شعب لا يتحلى باي روح من يعني الروح ديال الثوره او التحرر. وهذا اللي ماشي كامل، ولكن اغلبيه الشعب المغربي كان دائما ضد الثوره.